هنعمل النهارده وصفه حلوه قوي. هنعمل الكوسه بالبشاميل، وصفه تنفع في العزومات وسهله قوي، مش هتحتاج مننا اي مقادير كتير. كل اللي هحتاجه في الوصفه دي اول حاجه انا هعمل بشاميل. هحط كوبايتين من اللبن، حطيت هنا معلقتين من الدقيق، وكل دوت على البارد. هقلب بقى كل ده لحد ما الدقيق نفسه يدوب كده خلاص مع اللبن. هحط بقى مكعب من الزبده ومكعب من المرقه، وده اختياري، عايزين نحطها تمام لو مش عايزين برضو براحتنا. وهحط رشه من الفلفل الاسود ورشه من الزعتر، والزعتر هنا بيخلي البشاميل طعمه حلو قوي وبيفرق فعلا في الطعم. وافتح بقى النار وافضل اقلب لحد ما الزبده كده احس ان هي بتسيح كده خلاص. هنا بقى حسيت ان هو محتاج ملح شويه، نزلت شويه من الملح. وطبعا احنا بنشوف على حسب الرغبه، بنحب الاكل مملح قد ايه او النسبه بتاعه الملح فيه قد ايه. هنا بقى على نار لحد ما القوام يتقل كده، بس كده هخلي بقى البشاميل على جنب. هنا بقى جبت الصينيه بتاعتي، هحط بقى معلقتين كده من البشاميل بس يكونوا كبار، لان البشاميل هو اللي هيساوي الكوسه، لان الكوسه نيه. وطريقه اللحمه المفرومه ديت انا عملتها قبل كده بالفيديو بتاع الكوسه بالصلصه الحمراء، وشوفوها هتلاقوا الوصفه فيها. هنزل بقى الكوسه بتاعتي بعد ما حشيتها اللحمه المفرومه، وبعد بقى ما اخلص بقى الكميه خالص بقى اللي هي بتاعت الكوسه، في الاخر بقى هجيب البشاميل بتاعي ده كله واحطه فوق الكوسه كده لحد اما البشاميل يغطي الكوسه، لان هو دوت اللي هيسويها. وبعد كده حطيت بقى في الاخر رشه كده من الجبنه، اي نوع جبنه عندنا. انا هنا كان عندي الموتزاريلا. وبعد كده دخلتها الفرن على درجه حراره 180، وده شكلها بعد ما استوى كان طعمها حلو قوي. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وسبسكرايب. شكرا على متابعتكم.